حبايبي اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده بقى يعني حاجه جميله جدا. هنعمل عيش كايزر من غير ولا دقيق ولا شوفان ولا الحاجات دي جد خالص، وهنعمل منه سندوتش حلو قوي. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اول حاجه تعالوا معانا بقى المكون الرئيسي اللي هنعمل بيه العيش هو الجبنه القريش. هنجيب قطعه حلوه كده جبنه قريش بالشكل ده، حوالي كوبايه جبنه قريش. دي كوباية جبنة قريش، تمام كده. تمام. وبعدين هنحط عليهم 4 معالق سليم. السليم ده انا جايباه من امتنان. تمام. هنحط منه 4 معالق. طبعا السليم ده مهم جدا ان احنا نستخدمه، عشان ده هو اللي هيربط لي العجينة. وهنحط كمان بيضتين. وبعدين هنحط معلقة زيت زيتون. زيت زيتون طبعا عشان هو الصحي. وبعدين هنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام كده. وهنضرب بقى الخليط مع بعض. مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده، انا شفته طبعا وقلت اجربه معاكم. تمام كده. بعد ما اتضرب بقى كويس، هبتدي بقى ايه، اضيف له سمسم وزعتر. طبعا اللي حابب يضيف بقى الشمر وينسون، اي حاجه ايه منكهه للطعم كده. هو الفيديو اللي انا شفته كان فيه شمر وينسون، بس ما كانش عندي فقلت اضيف ايه سمسم وزعتر. ضربتهم كمان مره وخلاص كده العجينه جاهزه معايا. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. هاخدها بقى. بصوا بقى، اللي ما عمليش لايك يعمل لي لايكات كتير قوي قوي قوي، وانزلوا واكتبوا لي تعليقات حلوه. تمام. جايبه لكم بقى وصفه من الاخر. اهو شايفين شكلها بقت عامله ازاي. هجيب بقى صينيه عندي وادهنها اي ماده دهنيه. تمام. وانا ببل ايدي كده ميه عشان ايه العجينه ما تلزقش في ايدي. خلاص. وممكن اجيب ورق زبده برضو وادهنها، يا اما زيت زيتون زيت جوز هند، وابتدي اشكل عليها العيش. ممكن بقى اعمله قطع كبيره، ممكن اعمله قطع صغيره. انا كنت مصغره بصراحه، ما كنتش عاملاه كبير، بس المره الجايه عايزه اجرب بقى اكبره شويه. شايفين بالشكل ده. خلصت بقى الكميه كلها. جبت بقى سمسم على حبه البركه وابتدي احط على الوش بالشكل ده. بضغط عليها شويه علشان ايه يلزقوا. لا استخدمنا بقى لا دقيق ولا شوفان ولا اي حاجه. وطعم الجبنه على فكره مش باين. انا عن نفسي مش بحب الجبنه البيضه، ما باكلهاش خالص، بس اكلتها في الوصفه دي لان طعمها مش باين. هندخله بقى الفرن لحد لما يحمر من تحت. تمام. لما يحمر من تحت ابتدي بقى اشغل ايه عليه إيه الشوايه من فوق. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ تحفة جدًا. ما بافتحش عليه خالص طول ما هو في الفرن. أول ما يخرج من الفرن ما بالمسوش. بُص أنا لمّا لمسته أعلّم فيه إزاي، لازم يبرد تمامًا وابتدي أمسكه واطلّعه من الصينية. يعني التريكات دي مهمة جدًا. ما افتحش عليه وهو في الفرن، ما امسكوش أول ما يطلع من الفرن، لازم أسيبه يبرد خالص، عشان صوابعي ما تعلّمش فيه. شايفين من تحت بقى ومن فوق؟ هابتدي بقى أفتح معاكم واحد كده. يُفضّل برضه أستخدم سكينة مشرشرة كده. أهي. بُص بقى من جوّه عامل إزاي، شبه العيش خالص. كنت باشم ريحته، ريحته إيه، ما فيش جبنة ولا أي حاجة. جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم إيه. طبعًا ده ينفع أوي مرضى السكر، الناس اللي بتعمل دايت. في أنواع دايت ما بنستخدمش فيها. بُصّوا أنا حبيته جدًا، باقول لكم إن أنا حبيته أوي وحبيت الوصفة دي أوي، وهاعتمدها عندي شوية. هنعمل بيها ساندوتش حلو بقى. جبت أهوّة وحطيت خس، أي نوع خس عندي. الخس الأحمر ده أنا عاملة لكم بيه برضه سلطة سلطة حمرا بدل السلطة الخضرا، تحفة أوي.
وتابعوني على كل حساباتي وإن شاء الله هتلاقوني منزّلة لكم الحاجات دي كلّها. كنت عاملة سلقة بيض بقى، ابتدي أرصه بشكل حلو كده. ده كان فطار لذيذ وظريف، وخدت قطعة واحدة تقريبًا، هو كان عامل 6 أرغفة بس صغيّرين مش كبار، ممكن بقى أكبّر أنا المرّة الجاية. طبعًا باحط ملح هيمالايا زي ما قُلنا قبل كده، وفلفل، وأي بقى بهارات أنا عايزاها تحلّي لي الساندوتش شوية. طبعًا البيض لمّا بنبقى عاملين دايت أو كده مُشبع جدًا، 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 بيحسّسني بالشبع جامد. دي حطيت بيضة في الساندوتش، وبيضة هاكلها كده إيه جنبيه، وزيتون بقى طبعًا عشان يزوّدني مش الزيتون نفسه، المخلل عمومًا يزوّدني بالأملاح والمعادن المهمة لجسمنا. هاعمل كمان عصير حلو أوي صحّي برضه بالزبادي، كنت عاملاه برضه مع الفطار ده، كام معلقة زبادي كده، ممكن علبة زبادي يعني، عشان العلبة دي كانت كبيرة فأنا أخدت نُصّها. وعندي أفوكادو طبعًا، الناس اللي بتعمل كيتو آآ حلو جدًا الأفوكادو من الفواكه المسموحة. هاحط عليه معلقة عسل، طبعًا لو أنا باعمل كيتو بلاش العسل، ممكن أستخدم stevia. مش عايزة أحط أي مُحلّى خالص مش لازم، هيبقى حلو برضه. بابتدي بنضربهم بقى بالهاند بلندر زي ما إحنا شايفين كده، عصير مُشبع جدًا، جدًا، جدًا. هو كان سميك شوية، فأنا بقيت أزوّده شوية مَيّة لحد ما أوصل للسُمك اللي أنا عايزاه. حلو أوي، وجبة فطار فيها الساندوتش اللي إحنا قلناه، العيش اللي إحنا عاملينه بالجبنة، فيها بيض، فيها زيتون، فيها خضار. لمّا أشرب برضه كوباية عصير من الأفوكادو ده حلو أوي. طبعًا الأفوكادو إحنا عارفين هو من الفواكه المسموحة مثلًا في حاجة زي الكيتو، وفي أنواع تانية من الدايت. حطينا بقى تلج كده، وبدأنا نصُب عليه العصير. يا ريت بجد يعني تجربوا الوصفة دي، حلوين أوي، 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 والعيش بجد تحفة، لازم تجربوه. يلا ما ننساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وقولوا لنا تحبوا نقدم ايه الفترة الجاية، وتشجيع شوية يا جماعة، يعني تشجيع بقى كده ومتابعة آم، ويتابعوني على كل حساباتي. يلا سلام، بحبكم أوي.